السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة الاسباجيتي، احلى واجمل من بتاعة المطاعم بكتير، وفي حاجات بسيطة جدا جدا هتعمليها وفي ثواني. يلا بقى بينا على التحضير. جبت بصلة كده وبشرتها على المبشرة، بصلة صغنونة قوي. ده كيس مكرونة يا جماعة، اسمها مكرونة حوا. المكرونة دي تحفة بجد. خلاص، وسبتها لما تصفر وحطيت عليها طماطم. بعد ما اتسبكت نزلت بكمون، فلفل اسود، وملح. ولو عندنا حبة شطة نحط قرن فلفل حراق كده نحطه عشان نخليها حراقة. وقلبتهم، وبعد كده هنزل بالمكرونة. اظن غدا مفيش اسرع منه، سهل وسريع وكمان لذيذ في نفس الوقت. بس كده خلاص، قلبتها. اهم حاجة بس يكون نوع المكرونة كويس. طول ما نوع المكرونة كويس طعم المكرونة يبقى حلو، وتحس ان المكرونة كده مفردة عن بعضها ومش لازقة ببعضها. طبعا انا سلقتها في مية وملح، طبعا احنا عارفين الطريقة. وصفيتها وشطفتها بمية. يعني طبعا كلنا عارفين سلق المكرونة، مرضتش طبعا اجيب معاكم المقاطع دي ملهاش لازمة، طبعا كلنا عارفين المكرونة بتتسلق ازاي. بس انا حبيت اوريكم الطريقة بتاعتي المفضلة في اكل في المكرونة، وازاي بعملها وبيبقى طعمها احسن من المطاعم. طبق بايركس بقى، وننزل بيها كده في الطبق البايركس. شايفين شكلها ما شاء الله، خطير يا جماعة. بس كده، وادي الشكل النهائي. واللي ما اشتركش بقى في القناة يشترك، وما تنسوش اللايك، وتسيبولي تعليق حلو زيكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.